انا اسمي محمود المصري، غاوي حمام وبحب النش جدا. وفي بيوت طبعا الغاوي بيبقى مرتبط بيها، بتكون قريبه لقلبه وبيحب يقتنيها. يعني انا مثلا واحد من الناس، واعوذ بالله من قله، انا بحب القطاطه والصوافه والعداد. ده اكتر حمام معايا انا شفته وعاشرته، من خبرتي بقول لك ان هو جدع، لان الحمام امارات، فبيكشف معاك الامارات دي في النش. والفرخ في الاول في الاخر رزق من عند ربنا، لكن القطاطي عامل زي الرجاله الصعايده، خشن وجدع، وفي الحرب بيموت نفسه. كان راجل اسمه عبده كوة من السيدة زينب، هو اللي عمل التركيبة دي، ومن أحسن حمام جدع في الغية، وأي غاوي يتسند عليه. الاستراليات معظمها بتبقى جدعان، بيقول لك عمود من عمدان الغية، جدع بعد المسود. واي غاوي بيبقى عايز يفتح الحمامتين لازم يدخل استراليات، سواء عادات او سحن او تل. فترة الصيف كلها على الغاوي ان هو ما يزهقش. ما يزهقش من ايه؟ الفترة دي بتبقى فيها صرف على الحمام ومجهود، وبتطلع مثلا تحميهم، الحمام بيقلش بالنسبة للنظافة، وبتديهم فيتامينات والتحديق والكلام ده. في غواي بتزهق في الفترة دي، فانت لا، زي ما بتزهق وبتتعب وبياخد منك وقت، تعال اتفرج بقى وخد متعتك، وخد اللي انت بقى تعبت فيه في النش. يا جمالك كده وانت بتتفرج على الاولى بتاعتك وهي داخله بتاخد في المجال كده وزي ما رميتهم 40 واحده ولا 50 واحده، ولا ربنا كرمك باي عدد، وبتخرج حمامك مش متبقي منه ولا واحده. ويا سلام لو خارج معاك حمام وبتبتدي تشتغل عليه، وبتعرف غلطات فرد الحمام اللي معاك دي ايه، وبتشتغل عليها. دي متعتك في النش. لكن المتعه مش ان انت تمسك، لا، ده غاوي ضعيف اللي بيمسك، دي حاجه مش بتاعتك، مش ملكك. انت هي النش حرفنه ولعبه، دي جنود حرب، بتخش الحرب كامل تطلع كامل، كلهم راجل واحد، يد واحده، غيه واحده، 40 50 20 الغيه بالجندي. فرد الحمام الواحد بمقام 10 حمامات، 20 حمامه، زي ما تقول قول، بس يبقى راجل وواثق فيه ان هو راجل. يترمي ما تخافش عليه، الباب ده ما تفتحوش كده على فرد حمام مش واثق فيه. لو مش واثق فيه خليه، قبل ما تيجي تفتح بتشرنق البيبان، بتدي اشاره للحمام ان ده خلاص وقت شغلك، تطلع تشتغل ميعادك جه عشان هتطلع للنش. وقبل ما تشرنق بتبص على المسقه بتاعته فيها ميه، تمام. فرد الحمام عينه بتلمع ولا عينه مطفيه، بتبص على جتته كده من لا، هي ثانيه واحده يا دوبك من فتحه الباب كده، بتبص على الفرد، تمام، بفتح له لو راجل. لكن ما عملتش الكلام ده، ممكن بتخش في قصه غلطات، وفرد الحمام بيتضرب انت ما بتعرفش ليه، وعامل معاه الاصول وعامل معاه الصح، ترجع تسال نفسك، وممكن تبيع القص عشان خاطر غلطه فنيه ما كلفتكش 3 4 ثواني، تبيع القص بالعيال بالاخوات بالبيت كله، وتخرج منه وتقول البيت ده ما كانش راجل ولا جدع. فعشان انا بقول لك الغيه بالجندي، ذكر جدع بمقام غيه. بالنسبه برضو للسكروته، برضو يا جماعه اللي ابلق السكروته ده من اجمل الحمام، ومن اعطرها بيوتا في النش. بالنسبه للبلق، افسخ عين في البلق، عينه زيتي، بس تحس من كتر الزيت اللي فيها ان هي بيضه، هي ما تجيش مستكاوي. المستكاوي ده للحمام المكانير، الصفر ورق والحمام ده. لكن عايزك برضو تركز في الحته دي، بص، هي زيتي قلب الخصايه،
واضحه، وعينه يعني بيقول لك الباكت ضاحك، تمسكه في ايدك كده فرد حمام بيضحك بس بيدمع، فعشان كده اتسمى الباكت ضاحك. عظمه بيبقى مقرطص، ولا بيجي قصير، ولا بيجي باللي هي القبله اللي بيقولوا عليها او السحنه، لا بيبقى مقرطص كده اهو. بص برضو يعني من اكتر المواقف اللي انا وقعت فيها كانت سلبيه وما لقيتش حد يساعدني فيها، بعيد عن النش، كانت في الفرخ. ان انا كنت عايز اوصل للون ومش لاقي حد يعلمني ان انا ازاي اوصل للون ده واطلع من دبور لدبور. فكنت بقعد اسال نفسي ادخل ايه على ايه عشان اطلع التوب اللي انا عايزه في نفس الفصيل. فرخت شويه حمام وطلع معاه الوان مش اللي انا حاببها او مش اللي انا عايزها، عشان انا اللي انا عايز اوصل لها. ودي حاجه يعني من العلام او من الخبره، لان في حد ممكن يعلمك وفي حد ممكن يقفل على سره ما يرضاش يعلمك. فلما ابتدينا ان احنا نسال وندور ونقعد مع غواي وناس تعلمنا، ابتدينا نوصل للون ده. ده حاجه، ومن الالوان دي برضو يعني العادات زي ما قلت لك بتوصل، بيجي لك في وسط السكه كده صوافه، بس تركز على اللون ده اللي انا كنت وقعت فيه. لان اللون في الوان انقرضت ما بتبقاش موجوده دلوقتي حاليا، فبتضطر ان انت ترجع للناس وتسال وتستفيد ومن خبرتك، والحمام بيعلمك، واللي بيظهر فرق الطاجن برضه بيعلمك، لان كل ده هيظهر معاك في الطاجن. فدي من المشاكل اللي كانت شديده معايا بالنسبه للسلاكه، ان انا ازاي اوصل للون ده ومحدش علمني. كنت بطلع اسال نفسي كتير، طب انا لو دخلت ايه على ايه يطلع ايه؟ تاخد وقت ومجهود، وفي الاخر بيظهر معاك في الطاجن مش هو ده اللي انا عايزه. طب انا اسال مين؟ طب لو سالت فلان مش هيقول لي، لو سالت فلان ممكن يقول لي واقعد سنين وفي الاخر ما اوصلش اللي انا عايزه. انت تحدد مصيرك في غيتك من علامك وخبرتك. يعني انت تحدد خبرتك لما تبقى مارست الحاجه دي، مش اي حد يحط ويفرخ والكلام ده يبقى هو كده خبير او عنده خبره. لا، اللي شاف ولا اللي حلم. يعني ايه اللي شاف ولا اللي حلم؟ في واحد بيحلم ان هو عنده الكلام ده، لكن اللي شاف عنده في الطاجن وفرخ واشتغل على الكلام ده هو اللي هيفهم معنى الكلام ده. ما انا بقول لك كل حاجه ليه انت عملت كده؟ ليه بتقول اللي شاف ولا اللي حلم؟ لان اللي شاف فرخ فشاف الكلام ده فبيقول لك، لكن اللي حلم قعد وسمع فبيقول لك من الايه؟ من السمع. لكن هو ما مارسش ده، ما عصرهوش على ايده. فهو ده من اكتر المواقف اللي كانت ظاهره معايا، ان انا بدور على التوب ومش عارف اعمله، والحمد لله قدرنا نوصل له. بالنسبه لاطباع الحمام، في الحمام الغزار عندك باب البلق والتلاوين، تمام؟ وسواء بقى في البلق سواء سكروطه او اخضر او بنفسجي، ده من ارجل الحمام وطبعه بيظهر معاك لان هو هيطول شرحه. التلاوين سواء احمر او مرقع او عنبر اسمر او اسود غزار او اكول او قطقاطي او مسود، ده كله ليه طبع. بس بالنسبه لحته المسود ده غلطاته قليله، يعني هو ممكن يطبع على غاوي في النش لكن غلطاته قليله. دلوقتي المسود بيتضرب. طب ليه؟ لان الحمام دلوقتي دخل كله في بعضه. في حمام كتير بيظهر معاك في وسط السكه، مثلا زي الزرقه قطيفه بتفرخها او المساويد، بيطلعوا مش شكل بعض. ليه؟
هتقول لي مثلا دخيل دم، اقول لك ايوه ده دخيل. فالناس لما كانت بتدخل الحمام زمان كان ليها فكر، عن دلوقتي كانت متقدمة عننا شوية. لكن احنا دلوقتي بنلاقي حمام كتير مجهول، مش معروف. انا بكلمك الكلام ده ليه؟ عشان انت تعرف الفرق ما بين زمان وما بين دلوقتي، ونحافظ على الحمام دلوقتي.